أنا راح أحكي لك رواية وأول مرة أحكيها. يقول قبل 300 سنة، اسمعني فدوى أروح لك أنا، دخلت منظمة شيعية إنسانية بنفس الوقت، قالوا نريد نرمم قبر السيدة زينب. اسمعني فدوة، أريد الكل يسمعني واطلب حاجتك. قام يشترون البيوت اللي قريبة عن صحن الزينبي، بيت بيتين ثلاثة أربعة، دار الصحن وقف على بيت. دقوا الباب، طلع لهم رجل، قالوا لي نشتري بيتك، نريد نوسع وانت ايش تطلب احنا بخدمتك. قال لهم انا ما محتاج للمال، وثانيا انا رجل يهودي وانتم مسلمين، وهاي سيدتكم تبنونها ما تبنونها، انا صار لي 25 سنة ما زايرها، ما لي علاقة بيها، ما إلي علاقة، أنا ما تمسني بصلة، أنا رجل يهودي وأنتم إسلام، وأنتم هاي المرة تعزونها وتكرمونها، أنا ما لي علاقة. لاحظ كيف؟ أنا ما لي علاقة بها، وثانيا أنا ما محتاج للمال، وبيتي ما أهدم. توقف المشروع 6 أشهر على هذا البيت. هذا الرجل صار له 24 سنة ما عنده ذرية، زوجته صارت حامل، وصلت للولادة، خذها للطبيب، قال له تعال وقع، لو تضحي بزوجتك لو تضحي بالطفل، إلك وحدة من الاثنين وقدامك ساعتين، لو توقع على زوجتك لو توقع على الطفل. قال له ما اقدر، اثنينهم اعزاء علي، زوجته عزيزة علي والطفل صار لي 24 سنة منتظر. قال له لا روح وين ما تريد. اخذها يعني فر العالم ورجع الى نفس الشيء. وصل موعد العملية، قال له لك مهلة ساعة، اذا ما توقع يموت الطفل والجنين، عفوا الطفل والزوج، واذا توقع لو توقع على الزوجة لا توقع على الطفل حتى نحن نعمل العملية. قال له هسه جيك. طلع، وين راح؟ اسمع منك، راح الزينب، صراح مستحي، يقول دق الباب وطب، قالها مولاتي انا اول مرة ادق بابك، وانا يهودي، وانا عطلت مشروع البناء، لكن انا اجيتك باثنين. انا اسمع من الشيعة يقولون عندك 2 اعزاء عليك، واحد اسمه الحسين والثاني اسمه العباس، وقالوا لي اذا تقسم عليها بالاثنين ما ترجعك، وانا اريد زوجته واريد ابني، وانا اول مرة ادق بابك. يقول كض الصندوق وبكى. طلع، وصل الباب المستشفى، تلقوه قالوا له على الخير مرتك جابت ولد. قال اذا زوجتي شنو؟ ماتت. طب للمستشفى، لقى زوجته قاعده والطفل بحضنها. قال انت شلون عدله؟ قالت له انا ما اقول لك اذا ما تقول لي وين كنت، وين رحت. قالها انا ما لي علاقه، انا يوم من الايام اقول لك. يقول الاطباء داير ما دايره يجي يفتهمون الشغله شنو الصاير. قالت له انت من طلعت؟ ورا نص ساعة جتني مرأة مكللة بالسواق. قالت لي انتم مو من عندنا،
بس انتم اقسمتوا علي باثنين اعزاء، اقسمتم علي باثنين اعزاء علي، وانا ما رجع طلب باسمهم، وهذا ابنك. يقول اطتني ابني بيدي، قالت بس اطلب منكم طلب مثل ما طلبتم مني، انا اطلب منكم طلب. قالت له مولاتي اولا من تكونين؟ قالت انا زينب. الله يا زينب، الله. يقول هنا قالت انا اطلب منكم طلب. شنو الطلب؟ قالت لهم تعاهدون تسمون الطفل حسين، تسمونه حسين. ومن ذيك الساعة سمى ابن حسين، وفتح بيته وهدمه، ووسع نصف الأموال انطاها في سبيل يوسع ضريح السيدة زينب. وعلى الحال الآن هاي زينب اللي ما ترجع واحد.